أنا قلت رح تكون هون. أهلا يونا، تعال اقعدي. اسمعي يا أختي، إنك شعب مقدس ليهوى إلهك. إياك قد اختار يهوى إلهك لتكون له شعبا، ملكا خاصا له من بين جميع الشعوب التي على وجه الأرض. هاي كلمات موسى وقت حكى مع الشعب قبل ما يدخلوا على الأرض. صح، بس كان في إشي لازم يعملوه، إشي كتير مهم. موسى أمرهم يكسروا أصنام الكنعانيين. حاسة إنه هلأ في أصنام أكتر ما كان بوقتها. ما بتشوفي إلا هالناس عم بسجدوا لهم وبصلوا لهم. بس أنت عم تعمل كل إشي بتقدر عليه. بس هن مش عم بيسمعوا. أنا بسمع، بقدر كل إشي عم تعمله. أنت مثل إيليا. أصلاً ما بعرف ليش يهوه اختارني. أنا بعرف، أنت دايماً بتحب تعمل الصح. إحنا فخورين فيك. يونان، يونان. نعم يا رب. قوم، روح لنينوى مدينة العظيمة وخليهم يفهموا إنه شرهم زاد كتير عن حده. نينا، يا ساتر. بس راح يقتلوه إذا راح. شو خصوا فيهم؟ لازم تحكي معه، لازم حدا يقنعه. الأكل صار جاهز جوا. لا، ما إليش نفس. يزليا وعابر ما حكوا معي ولا كلمة من الصبح. إخوتك بعدهم صغار. الخبر اللي حكيت لنا إياه اليوم الصبح مش سهل عليهم. شو حكوا لك؟ يزليا خايف يقتلوني، يسلخوا لي جلدي. برأيه ما بيستاهلوا حدا ينبههم، لازم يهوى يذبحهم كلهم. وعابر قال لي إنه روحتي على الفاضي. وأنت شو رأيك؟ أنا بقول لو يهوى ناوي على كل الأحوال يدمرهم كان ما حكى لي أروح. بس ممكن أخوي عابر معه حق. إذا شعبنا مش سامع، معقول هن يسمعوا لي؟ لكن يهوى بعده عم بيحذر شعب. صارت قبل هالمرة إنه يهوى يبعت نبي على بلد تاني لحتى يدينهم. مش غريب كتير هالطلب؟ يونان، أنا ما بعرف شو بدي أحكي لك. مزبوط أنت أول نبي يهوى بطلب منه هيك طلب، بس طالما يهوى أمرك تروح على نص أشور وتحذرهم من الدينون الجاي عليهم، يعني لازم تروح. أكيد في عنده سبب مهم لحتى عم يحكي لك هيك. لازم تثق فيه. يونان، يونان، شو جبتلك؟ تين، كمان رح أعمل لك شوية كعك. يا ريت بقدر أروح معك. يزليا خايف يقتلوني، يسلخوا لي جلدي.
يونان هيك رايح بدون ما تودعنا؟ خلص يونا، ادخلي على البيت. والأكل اللي حضرت لك إياه رح تحتاجه بنينوى. شكلك مش رايح على نينوى، صح؟ مزبوط، رايح على ترشيش. لا يا يونان، شو انجنيت؟ خلينا نرجع على البيت، خلينا نحكي مع البابا. يونا، بقدرش اروح على نينوى، خلص مش قادر. طب إيش رح تعمل بترشيش؟ وإمتى رح ترجع؟ مش عارف، ممكن ما ارجعش. ما رح ترجع؟ ونينوى مين رح يروح عليها؟ مين بده يخبرهم شو يهوى قال؟ ما بعرف يونا، ما بعرف شو راح يعمل يهوى. اللي بعرفه اني ما راح اروح، بقدرش. اصلا يهوى مش بحاجتي. بس إحنا بحاجتك يونان، أنت نبي ليهوى، أنت مثل إيليا، شو نسيت؟ كنت نبي. خلص ارجعي. أكيد في عنده سبب مهم لحتى عم يحكي لك هيك. لازم تثق فيه. السماء طولوا شراع، شدوا الحبال، سكروا الفتحات، جهزوا لي حالكم. ديروا بالكم على البضاعة. روح صوب الموجة، روح صوبه. كتير معي على السفينة. كبوا البضاعة بالبحر، ما تخلوا شيء، بسرعة. كبوها كلها. ما عم ينفع. صلوا.
يونا وين هو؟ ليكو تحت، ليكو تحت. خلصنا. قوم صلي لإلهك، بركي إله الحي بيخلصنا من العاصفة. جبريل كتب لنا عمر جديد. خلينا نشوف في شيء بعيد على العاصفة. هيدا هو. فيك تفهمنا شو عم بيصير معنا؟ هذا من إلهي، الإله الحقيقي هو جاب هالعاصفة علينا. أنا السبب. من أي بلد أنت؟ فهمنا من وين جاي؟ اللي من وين أصلك؟ أنا عبراني، وأنا بعبد يهوه إله السماء، الإله اللي خلق البحر والأرض. أنا كنت نبي ليهوه. شو عامل لربك؟ طلب مني أروح عنينا وأوصل لهم رسالة، بس أنا هربت. شو لازم نعمل معك تتهدى العاصفة؟ إلا شو بنعمل؟ احملوني وارموني في المي. رأسا رح تتوقف العاصفة ويهدى البحر. أنا عارف كله بسببي. أجت هالعاصفة القوية وانجن البحر. حملوه معي. لا بيموت. اقطن. إذا قتلنا نبي يهوه شو حيصير فينا؟ إذا يهوه كان ماتوا علينا ونحن كبيناه بالبحر، مين بيعرف شو رح يعمل؟ بلشوا قطفوا يا شباب، ما تخلونا نموت هون. ليكو بين الشط بسرعة بسرعة، أسرع أسرع. العاصفة عم تقوى، لازم نعمل مثل مع اليونان. يا يهوه ما تحسبها خطية علينا، طالما هيدي مشيئتك ما تخلينا نحمل دمه برقبتنا. دخيلك يا يهوه. هالزلمة مات كرمالنا. آلهتنا كانت نايمة. خلونا نقدم ذبيحة لإلهه لأنه عفى عنا. لساتني عايش. شو راح يصير فيي هلا؟ دخيلك يا يهوه، عم بشوف الموت بعيوني. بترجاك تسمع صلاتي. بترجاك يا يهوه، بترجاك. بعرف اني بستهلج تطلع فيا. خلاص بطلت قادر أشوف هيكلك المقدس. بتمنى تسمع صلاتي. بوعدك رح أضلني أعبدك لو شو ما صار، واللي وعدتك فيه رح أعمله.
شو اسمك؟ يونان. اسمي يونان. احمله من ايده الثانية، خلينا نوصله على البيت. البابا قال إنك نبي. كنت نبي. بابا قال إنه بلعتك سمكة كبيرة. صح. ليه بلعتك السمكة؟ كنت في المي. وإيش كنت عم تسوي في المي؟ كنت بسفينة وبعدين نزلت بالمي. ليه كنت بالسفينة؟ لأنه كنت عم بجرب أهرب من يهوه. كيف شكل بطن السمكة؟ كانت بتخوف؟ آه. صليت كثير بوقتها؟ أكيد. دخلك أنت كيف صليت ليهوه وأنت هارب منه؟ بابا رجع يونان، شوفوا تعال يونان. يونا. فكرت إني ما رح أرجع أشوفك، فكرتك ما رح ترجع. متأسف كتير يا أختي، سامحيني. بابا كل الوقت كان عم بيستناك تترجع، ما ييأس أبداً. شو صار معك؟ سمكة؟ عم تتخوت علينا؟ هادي عجيبة يزليا. يهوه ما تركك يونان. وشو رح تعمل هلأ؟ مش عارف. يلا يا ولاد، صار لازم كلنا نفوت ننام. بنكمل حديثنا بكرة. يونان، أنا متأسف كتير على اللي حكيته قبل ما تروح. ما كنت عارف. يزليا خلص انسى الموضوع. أنا هربت، ما حدا جبرني. هذه مش غلطتك. الحمد لله على سلامتك. يسلموا ايديكي، يسلموا. لساتني فخورة فيك. تصبح على ألف خير. بابا. نعم يا ابني. لساتني عم بفكر بالبحارة، خسروا كل بضاعتهم. شفت الخوف بعيونهم، بسببي كانوا رح يموتوا. مش قادر أسامح حالي. إذا ما طعنا يهوه مش بس بنأذي حالنا يا يونان، بنأذي غيرنا كمان. خلينا نصلي لهم. تتوقع يهوه رح يعطيني فرصة تانية؟ اشكر يهوه لأنه رحمك يا يونان، رجعك بالسلامة. هذا بكفي هلا. بابا. أنا متأسف. بعرف يا ابني، بعرف. خلينا نطلع نرتاح شوي.
يونان. يا رب، أنا متأسف كتير، متأسف يا يهوه. قوم يا يونان، روح على نينوى المدينة العظيمة، وقولهم مثل ما بقول لك بالضبط. أكيد، شكرا. طبعا راح أروح، طبعا. يهوه يكون معك وترجع لنا بالسلامة. يهوه خلصني من البحر، بيقدر يخلصني لو شو ما صار. يونان، جبت لك شوية كعك. يسلموا لي إيديكي. قديش بدك وقت لتوصل على نينوى؟ إذا كل شي مر على خير بدي 40 يوم. توصل بالسلامة. خبرنا، لوين مسافر؟ نينوى. عن جد؟ لسه راجع من هونيك. كنت عم بيع أحصنة، بس بدك الصراحة ماني مصدق إني راجع على البيت. دير بالك على حالك. أنا هيك سمعت. احكي لي عنها. المدينة ضخمة كتير، بدك حوالي شي 3 أيام تقريبا لتبرمها كلها. مركباتهم يا ويلي شو هالمركبات، رائعة، والخيل بتجنن. والناس هناك كيف؟ الناس إذا بيعبدوا آلهة الحرب كيف بدك ياهن يكونوا؟ خلقوا بيحبوا القتل والحرب. هو شي عندهم. لا كتير طمنتني. ما تخاف يا زلمة، ما تلفت النظر لحالك. انت ما تتدخل بحدا وخليك بشغلك وبتمر على خير. اصلا شو رايح تعمل؟ أنا نبي ليهوى الله، بعتني أقولهم إنه جاي دينونة عليهم.
مرة بدي أعيد. هلا عم عليكم هيدا عليكم هلا وين يا حلو. وقف عندك، وقف. حدا يساعدنا. خليلك ولادك. الناس هناك كيف؟ إذا بيعبدوا آلهة الحرب كيف بدك إياهم يكونوا؟ لسه باقي 40 يوم ونينوى راح تتدمر. لسه باقي 40 يوم ومدينتكم نينوى راح تتدمر. مينو هيدا؟ لسه باقي 40 يوم ونينوى راح تتدمر. لسه باقي 40 يوم ونينوى راح تتدمر. عقله هيدا شكله كأنه إسرائيلي. الإله الحقيقي قال كلمته. الإله الحقيقي شاف الشر والعنف اللي عم بيصير بمدينتكم. يهوى الإله الحقيقي قال كلمته راح يدمر هالمدينة. نينوى راح تتدمر. يهوى الإله الحقيقي قال كلمته. مدينتكم باقي بس 35 يوم وراح تتدمر. نينوى راح تتدمر. شركم زاد كتير عن حده ويهوى شايف. يهوى راح يدمر هالمدينة. هالمدينة راح تتدمر. الإله الحقيقي راح يدمر نينوى. هالمدينة راح تتدمر. هذا نبي ليهوى إله الإسرائيليين. لازم نفكر بسرعة أو نكون نهرب. بيوتنا هون وأشغالنا هون. بدنا نهرب؟ ما بدنا نروح. الإله الحقيقي راح يدمر نينوى. اسمعيني، إذا تبنا يمكن إلهه يرحمنا. حسب ما عم بيقول هالنبي بعد باقي 20 يوم بس وبتتدمر نينوى. الناس بكل المدينة عم بيصوموا ويلبسوا مسوح. عم يسألوه شو لازم يعملوا تيهوى يرضى عليهم ويغير رأيه، وعم يجربوا يعملوا مثل ما قال. يونان هو اللي طلب من الشعب يعملوا هيك؟ لا، بس الناس عم بتحلل هيك. طالما هالإله بعت لنا انذار وبعد ما دمر المدينة يمكن يرجع يغير رأيه. شو بنعرف كمان عن يونان؟ واحد من رجالنا سمع يونان هو وعم يحكي قصته واجا وخبرنا. الظاهر بالأول ما كان بده يجي لهون، جرب يهرب على ترشيش لأنه كان خايف، بس البحارة كبوه من الباخرة، وعم يقول إنه يهوى بعد سمكة بلعته ورجع جابه لهون. هيدا مجنون شي؟ يمكن مش مجنون،
يونان عم بيقول إنه النبي لإله الإسرائيليين، إله مشهور بالعجايب، معروف منيح قديش إله عظيم وقوي. طيب يمكن يكون قوي بإسرائيل، بس هون عنا آلهتنا. مزبوط، آلهتنا قوية، ما بقول لا، بس يهوه هو الإله اللي زل آلهة المصريين، بعدين قتل كل جيش فرعون بالبحر الأحمر. هيدا عدا عن الطوفان، يهوه هو اللي جاب الطوفان اللي كانوا يخبرونا عنه، وعمل هيك لأنه الناس كانوا كتير عنفة وأشرار، من شان هيك قرر يهوه يدمرهم. بسرعة اطلبوا لي الكاتب. ساعدنا، دخيلك مش عندي، ما تحاولوا ترشوا. يهوه قال كلمته. بعد 10 أيام الإله الحقيقي راح يدمر نينوى. إلهنا قال كلمته. يهوه شاف العنف الموجود بهالمدينة. الإله الحقيقي قال كلمته وخلص. نينوى راح تتدمر، هالمدينة راح تتدمر. اسمعوا مرسوم الملك يا أهل نينوى، اسمعوا يا أهل نينوى، مرسوم من الملك وعظمائه. ممنوع على أي حدا، لا الناس ولا الحيوانات، لا بقر ولا غنم ياكلوا شي. ممنوع ياكلوا ولا يشربوا نقطة مي. كلكن البسوا مسوح، البسوا مسوح انتو وحيواناتكن، واطلبوا من الله انه يسامحكن. توبوا عن أعمالكن الشريرة، خلوا المدينة تنضف من عنفكن. اعملوا مثل ما قالكن الملك. مين بيعرف؟ بركي الإله الحقيقي بيتحنن علينا وبيعفي عن نينوى مدينتنا وبيسامحنا على اللي عملناه. بعد 3 أيام نينوى راح تتدمر. يهوه قال كلمته. نينوى راح تتدمر. يهوه قال كلمته. ليش ما صار شي لهلا؟ على أساس رح تتدمر. معقول يهوه يسويها ويسامحهم؟ لا، ما بيعملها. طب شو عم بيصير؟ كيف هيك بغير رأيه؟ هدول الناس شو رح يحكوا عني؟ شو فايدة نبي إذا كلمته بتمشيش؟ أصلاً هذا اللي كنت خايف يصير، عشان هيك جربت أهرب على ترشيش. ما أنا كنت عارف إنك إله حنون ورحيم، بالك طويل، ولي ومحب. يا ريت يا إخوة تموتني، أحسن لي أموت وأرتاح. بدها كل هالقد يا يونان؟ لازم أطلع من هون. ما تروح، دخيلك خليك عنا. نحن بنعرف انه الاله الحقيقي بعتك لعنا، مصدقين كل كلمة عم بتقول. خلص لا، خليك بنخدمك بعيوننا، صدقني.
لسه ما صار شي. كبرت بسرعة كتير. يهوه لساته بحبني. يا يهوه خليني أموت أشرف لي. موتني تا أرتاح. بديش العيشة، أحسن لي أموت. يونان، معك حق تعصب لهالدرجة عشان نبتة قرع؟ طبعا معي حق أعصب، معصب لدرجة إني قرفان حياتي. انت هلأ زعلان عشان نبتة هالقرع،
نبتة لا أنت زرعتها ولا تعبت فيها لحتى كبرت بليلة وماتت بنفس الليلة. ما بيطلع لي أنا أزعل على نينوى المدينة العظيمة؟ هالمدينة فيها أكثر من 120 ألف نسمة مش عارفين يمينهم من شمالهم. هذا عدا عن الحيوانات. أنت النبي يونان؟ نعم. الماما قالت إنك خلصتنا. لا، يهوى اللي خلصكم. أنا مجرد رسول مش أكتر. خليك عنا. شو عم تعمل؟ عم بكتب عن نينوى، عن رحمة يهوى الكبيرة، كيف رحم شعبها ورحمني أنا كمان. كان صعب تكتب عن اللي صار؟ كتير. وشو ناوي تعمل هلأ؟ أي إشي بطلبه يهوى رح أعمله.